يأتي مع التسديدة في الركلة الركنية. الروماني رادوي يلعب كرة إلى القائم البعيد. هدف أول للهلال. تياغو نيفيز لم يسجل من الركلة الحرة المباشرة، لكنه يسجل من الرأسية ويولع الملعب، يولع استاد الملك فهد الدولي. يسجل تياغو نيفيز بالرأس هذه المرة، اللاعب اللي اشتهر بالتسجيل بالقدم فقط هنا يسجل بالرأس. الكرة العرضية من ركنية ميرير رادوي. يأتي تياغو نيفيز ليسجل على يسار عبد الله العنزي، يعقد الأمور، يزيد الأمور صعوبة على النصراويين ويفرح المدرج الهلالي كثيرا. نتابع كرة ميرير رادوي، جميلة الكرة الرأسية في الارتقاء، في التوجيه، في وضع الكرة، أيضا تهادت إلى مرمى فريق نادي النصر، وهدف أول لصالح الهلال. هدف يأتي بعد نصف ساعة لعب، بعد نصف